بقاء الحشد الشعبي هو مهم جدا، لأن حواضن داعش لا يزال، وهنالك دواعش سياسيين. كلا كلا إسرائيل، كلا كلا إسرائيل. الذهاب إلى حل الحشد الشعبي قبل إنهاء ملف الفصائل سيكون مغامرة. هناك توعية وتحشيد جماهيري وشعبي لرفض التواجد الأمريكي داخل الأراضي العراقية. هذه الاجتماعي بفتوى درزناد. عندما جلب الاحتلال الأمريكي من العراق تم استغلال فتوى المرجعية بخلق حرس ثوري عراقي شبيه للحرس الثوري الإيراني. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله. لا حزيراني 2014 داعش هێڵی بەرگری سوپا و هێزە عێراقیەکانی تێکشکان. الله أكبر. تم إسقاط محافظة الموصل خلال 12 ساعة. فبالتالي انسحبت المحطة الأخيرة للعسكر، وهي محطة الاتحادية وقوة الاتحادية، وهي جزء لا يتجزأ من قوة وزارة الداخلية. لە ماوەیەکی کەمدا توانی دەست بەسەر 4 پارێزگای عێراقیدا بگرێت. لە باکوور و باکووری ڕۆژاوای عێراق پێش ڕەویەکانیان بە شێوەیەک بوو تا لە بەغدای پایتەخت نزیک بوون. بۆ ڕێگریکردن لە کەوتنی پایتەخت و ڕاگررتنی هێرشەکانی داعش لە 13 ئاداری 2014 مەرجەعی باڵای شیعەکان لە عێراق فتوای بەرگری کیفائیدا. وهذا الجهاد الكفائي اتبعه لازم أن يكون هنالك قرار من القبة التشريعية بإدارة ما معنى اليوم الجهاد الكفائي. الجهاد الكفائي وهو تشكيل قوة عسكرية مساندة إلى القوات المسلحة. لە ماوەیەکی کەمدا زیاتر لە 70 گروپ دروست کرا لەژێر چەتری حەشدی شعبی. آخر مداخلة فقط، لا هذا توضيح مهم. النائب هلال السهلاني. لە نۆڤەمبەری 2016 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای دەستەی حەشدی شعبی ژمارە 40 پەسەند کرد. حتما هذا القانون مهم جدا. تفضلوا. لا أحد يزايد على الآخر. هناك أبطال يسفكون الدماء اليوم من قواتنا، من الجيش، من الشرطة، من الحشد. بەرجێکی یاسایی بەبەر ئەو هێزەدا کرا. مشكلة العراق اليوم مشكلة من يحكم، وهذه المشكلة الأساسية في تطبيق القانون والدستور. والمشكلة الأكبر أنه سيطرة الميليشيات، وهنا الأمر الغريب أنه هل توجد دولة محترمة في العالم تنشئ ميليشيات رديف أو قوة موازية لقوة الجيش والمؤسسات الرسمية، وهي خلافا مخالفة للدستور العراقي المادة 9 باء. فبالتأكيد أن وجود الميليشيات انتفت الحاجة لها بسبب هي تم إنشائها من قبل المرجعية، وتم استغلال فتوى المرجعية بخلق حرس ثوري عراقي شبيه للحرس الثوري الإيراني. وما ممكن التعامل مع هذه الميليشيات تحت أي مسمى كان
البعض يسميها فصائل المقاومة، البعض يسميها حشد شعبي، البعض يسميها محور المقاومة الإسلامية، الكثير من المسميات لها، وهي كلها تصب في بوتق واحد وهو هيئة الحشد الشعبي، اللي اندمج في داخل الهيئة واللي دعم الهيئة من خلال الحكومة ميليشيات أجنبية أخرى مثل ميليشيات فاطميون الأفغانية وميليشيات زينبيون الباكستانية، كلها انضوت تحت هيئة الحشد الشعبي والدعم من الحكومة. إذن اليوم الحكومة مسؤولة عن كل الأحداث التي تجري على أرض العراق. رحم الله من نادى 3 مرات لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. ئەو گروپانەی کە ئێستا هێرش دەکەنە سەر هێزەکانی ئەمریکا هەمان ئەو گروپانن کە بە هاوکاری فڕۆکەی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هێرشیان دەکردە سەر بنکە و بارەگاکانی داعش. مات النفق طيارة زين، مات النفق السداء 2 ضرب. بەبێ فەرمانی ئەمریکا لە شەڕی داعشدا یەک هەنگاویان نەدەنا. سونەکان هەر لە سەرەتاوە گومانیان هەبوو لەوەی کە حەشدی شەعبی تەنها بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ناوچە داگیرکراوەکانی ژێر دەسەڵاتی داعش هاتبن. سەرباری ناڕزایەتیەکانی سونە بەڵام میلیشیاکان پەلیان بۆ هەموو ناوچە سونیەکان هەویشت. الحشد الشعبي تم دخوله للمناطق بحجة تحرير المناطق من داعش، وكان هناك تبادل أدوار بين داعش والحشد الشعبي وهذه الميليشيات الإرهابية، وتم احتلال المحافظات والمناطق، وما زالت الكثير من المناطق محتلة من قبل هذه الميليشيات، ويمنع أبناء هذه المحافظات والمناطق من العودة. هێشتا کۆتایی بە داعش نەهێنرابوو گروپەکانی حەشدی شەعبی لەژێر ڕێنمایی وڵاتێکی دراوسێ هێرشیان بۆ سەر کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان دەست پێکرد. ئەو ناوچانەی کە لە شەڕی داعشدا بە خوێنی هەزاران پێشمەرگە پارێزگاری لێکرا. عێراق ناتوانێت کێشەکانی خۆی چارەسەرکە. کێشەیەکی قورستری عێراق ئەوەیە کە ئەوانەی دەست باڵا دەستن بیرکردنەوەیەکی بەرتەسکیان هەیە. ناتوانن عێراق وەکو دەوڵەت ببێنن، ناتوانن عێراقیەکان وەکو گەلێکی یەکسان لە ماف و ئەرکەکاندا ببینەوە، هەموو شتێک ئەبەستنەوە بەر شیعەگەرایی. ئەمەش ناکرێت لە هیچ وڵاتێکە ئەگەر لایەنێکی ئاینی یان لایەنێکی مەذهبی کۆنتڕۆلی هەموو دەسەڵاتەکان بکاتن، ئەو وڵاتە ناتوانێت وەکو وڵاتێک خاوەن یاسا و ڕێسا بێ. گروپە میلیشیاکان بەوەشەوە نەوەستان پاش داگیرکردنی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لەو سنوورانەوە هێرشی موشەکی و درۆنیان بۆ سەر هەولێر دەست پێکرد. بقاء واستمرار هذه الفصائل وهذه الجماعات يهدد النظام السياسي ويهدد الأمن والاستقرار في العراق، والمستقبل إما انهيار الدولة، وهذا سينتج بالنتيجة النهائية حرب طاحنة بين الفصائل أنفسها، يعني على المصالح، على النفوذ، على غيره. وللأسف الشديد هذه الحرب ستكون تكلفتها باهظة في الوسط والجنوب على المناطق الشيعية، باعتبار أن المناطق الشيعية في الوسط والجنوب أصبحت مخزنا كبيرا للأسلحة. لپاش کوشتنی قاسم سلەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیس دۆخەکە بە تەواوی گۆڕا. بەشێک لە گروپەکانی حەشد ناوبەناو هێرشی موشەکی و درۆنیان
ئاراستەی هێزەکانی ئەمریکا دەکرد. هەر لە ترسی هەڕەشەی گروپە میلیشیاییەکان زۆربەی ئاوارەکانی شەڕی داعش کە نزیکەی 10 ساڵە لە نێو کەمپدان نایەنەوێ بگەڕێنەوە ناوچەکانیان. ما زال هناك عندنا 1,200,000 مهجر في المخيمات بسبب احتلال الميليشيات لمناطقهم ومنعهم من العودة. ما زال الكثير من المناطق يتم استغلالها واستغلال ما فيها بعد أن تم سرقة ممتلكات الأهالي والمنشآت العامة والخاصة في تلك المناطق. فؤاد خەڵەف یەکێکە لە هەزاران چیرۆکی ئەو ئاوارە نەگەڕاوانەی کە لە ترسی میلیشیاکان ناتوانن بچنەوە سەر زێدی خۆیان. هسه ما اقدر ارجع على ديرتي من مشغول الحشود وهذا. كانوا جماعه هنا 10 نفرات. اخذهم محامي قالوا ما ناخذكم وكتبكم واطلعكم. اخذهم لواء 30 حشد لواء 30. من ذيك ما ادري اصلا ما لهم ذكر. راحوا ضاعوا. كيف انا اروح انا اروح ما اقدر اروح بالحاله هذه. راحوا اصدقائي قبلي انا ما اقدر اروح استاد بالحاله هذه. اخاف. اظل هنا قاعد بحمايه الاقليم اظل قاعد والله. هذا خبز مالنا هذا. هسه عائلتي ما موجودة هنا ولا أنا ولا أخوي. عند عواين عمود ما نقدر نصرف عليهم. يروحون شهر شهرين 3 يا اما اهاليهم تايجن نقدر نصرف عليهم. ما عندنا نصرف عليهم والله. هسه أنا زقورتي وأخوي زقورتي. هذا ترى أخوي هذا. 2 زقورتي ما عندنا عواين ندزهم. 8 نفرات شو وزع عليهم بالمخيم. قمطات 3 ماكو. الإقليم ما بمغيبين. المغيبين بالحكومة العراقية. 2017 و2018 راحوا ناس كثير آلاف راحت. بس قرايبي 55 واحد عبارة عن 10 قاط ولا واحد جمع حد هالساعة هذه. هذا كان سعيد شان قال المغيبين عنده والمرة عنده عود يقول على الإقليم. يقول عندي 2000 مغيب بالإقليم. عنده 20,000 مغيب عنده فوق 20,000 ما يقول وينهم؟ وين راح؟ اصلا الضيع غادي وين وين التعامل معاهم؟ الضيع اصلا ما حد يدلك وين تروح. قلت لك انا قرايب 55 واحد راحوا 10 قاط عباره كلهم منتسبين. والله واحد جاي من عندهم لحد هالساعه هذه من 2017. انا اموت بالخيمه هنا ضربت خيمه ما اكل ولا اشرب اظل هنا. بس عندنا هنا لسه مطلوبات بالمخيم. هنا ما عندنا شيء بس انا غادي المخبر السري يقول هاي عدش هنا ما عدش يخافن ما يقدر يروحون غادي راح من هنا 2 الحكم 15 سنه. مەرجی بەشداریکردنی سونەکان لە حکوومەتدا کشانەوەی ئەو گروپە میلیشیایان نەبوو کە لە ناوچەکانیاندا سەتان بنگە و بارەگایان هەیە. بەڵام گوێ بۆ مەرج و داواکاریەکانیان نەگیراوە. بۆیە ئێستا سونە بیر لەوە دەکەنەوە کە بە فشاری نێو دەوڵەتی ئەو گروپانە ناچار بە کشانەوە بکرێت. نلاحظ اليوم أنه الحشد الشعبي أو ما يسمى الحشد الشعبي والميليشيات المنضوية فيه عبارة عن مافيات في هذه المناطق، عبارة عن مافيات تهريب النفط. اليوم المكون السني يرفض وجود هذه الميليشيات بل يطالب التحالف الدولي بعد أن عجزنا من مطالباتنا من الحكومة العراقية. اليوم نطالب المجتمع الدولي والتحالف الدولي لإنقاذ أبناء المكون السني وإنقاذ المحافظات هذه بإعادتهم وإخراج هذه الميليشيات. ئەمریکا فشاری دەست پێ کردووە بۆ هەڵوەشاندنەوەی دەستەی حەشدی شعبی لە عێراق تا بە ئامانجگرتنی سەرکردەکانی ئەو گروپانەی کە دەستیان هەبوو لە هێرشکردنە سەر هێزەکانیان لە عێراق و سووریا و ئوردن. بە فشاری ئێران گروپە میلیشیاییەکانی عێراق
هێرشیان بۆ سەر بنکەکانی ئەمریکا ڕاگیراوە، بەڵام سەرکردەکانی ئەو گروپانە بەردەوام هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوە دەکەن. الله أكبر. والله خسة وعار على الشيوخ، والله خسة وعار نلبس عقال، والله خسة وعار نقول عندنا ولد وعندنا رجال، وأمريكا تجي. هل واحد منكم يسمح يجي واحد من منطقة لا بيته ويطب عليه داخل بيته ويقتل ابنه؟ كيف نسمح لأمريكا تجي لعبر البحار والمحيطات تقتل أبنائنا وضيوفنا بداخل دارنا؟ هاي الخسة، هاي الجبان، هاي النذولة. كلا لها، كلا لها، كلا لها. ونحن نسير على راية محمد وعلي والحسين. الحسين ما انتصر بالسيف وإنما انتصر بالدم، وها نحن على هذا الطريق سائرون، نحن أولاد موسى بن جعفر. ما متعلم تفوتك صلاة الليل، على نعشك فرشنا لكم صلى. منذ احتفال الذكرى السنوية لقادة النصر كان هناك موقف واضح من القائد العام قوات مسلحة من رئيس الوزراء بعدم الحاجة لوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية بعد أن استطاع الجيش العراقي أن يصل إلى مراحل متقدمة، وهكذا الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ووجه خطابات متعددة بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق، وهكذا موقف أغلب الكتل السياسية داخل مجلس النواب. وفي حالة التمادي من قبل الولايات المتحدة بهذه الممارسات سيكون الحق الشرعي لفصائل المقاومة باستهداف مصالح الأمريكية سواء داخل العراق وخارجه، وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وعليها أن تراجع حساباتها فإن خسارتها واضحة. طبعا مطلوب أن يكون هناك توعية وتحشيد جماهيري وشعبي لرفض التواجد الأمريكي داخل الأراضي العراقية، واعتبار هذا التواجد مضر بمصالح العراقيين ولا مبرر لوجود هذه القوات التي بدأت تهاجم وتعتدي على أبناء الشعب العراقي. واليوم نرى من مختلف العشائر العراقية حاضرة، وهذه تعتبر الخسارة الأكبر للجانب الأمريكي. أنا لا أعتقد بأن حكومة السيد السوداني قادرة على حل الحشد الشعبي ولا حل الفصائل. أكثر من ذلك، أنا أعتقد بأن الذهاب إلى حل الحشد الشعبي قبل إنهاء ملف الفصائل سيكون مغامرة غير محمودة النتائج. بمقدور الدولة العراقية السيطرة على الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة مرتبطة بالدولة ولو شكليا عن طريق قرارات تصدر من القائد العام للقوات المسلحة، لكن الفصائل هي الحلقة الأصعب وهي ذات التأثير الأكبر على الحشد الشعبي. لذلك أقول السيطرة على الفصائل يجب أن تكون هي الأولوية قبل السيطرة على الحشد الشعبي. أعتقد بأن هذا الملف أخذ أكثر من وقته. احنا الآن نتحدث عن 20 سنة من العملية السياسية، لكن للآن تتعثر الحكومات المتلاحقة في إنهاء هذا الملف. بتصوري نحن في اللاست تايم، يعني بالوقت النهائي، أو حتى أننا دخلنا بالوقت الافتراضي. حان الوقت لإنهاء ملف السلاح خارج سلطة الدولة، أو سيتم معاقبة الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة العراقية. مستهين حبيب الله. يعني أعتقد تشكيل الحشد الشعبي أتى من بعد الفتوى المرجعية، والآن هو جيش منظم يقتدي بأمر القائد العام. قضية حل الحشد الشعبي صعب جدا يعني، ولذلك أمريكا اتخذت على عاتقها هي ضرب أجنحة الحشد الشعبي، وهي قيادات اليوم من كتائب حزب الله، من النجباء، قيادات من العصائب، قيادات اليوم من حركات أيضا موجودة هي ضمن تشكيلات الحشد الشعبي. بالتالي لا أعتقد اليوم حل الحشد الشعبي هو اليوم يعني سهل جدا أمام الإدارة الأمريكية. لربما هنالك
يعني وأنا مو متأكد من هذا الموضوع، لكن هنالك دراسة لتذويب اليوم هذا الجليد التوتر ما بين اليوم رأي الشعب العراقي أنه بقاء الحشد الشعبي هو جدا مهم جدا، لأن حواضن داعش لا يزال، وهنالك دواعش سياسيين. أنا هنا أعني ما أعني، لتواجد الدواعش السياسيين أنت صعب أن تخرج بقرار. هێزی نیشتیمانی بە فتوە دروست نابێ، بەڵکو خواستێکی نیشتیمانیە و ئەرک و مەبەستی هەیە، ئەویش پاراستنی سنوورەکانی ئەو وڵاتەیە. لە سەردەمی حەیدەر عەبادی ئیعلانیان کرد وتی داعش نەما، کوتاییمان بە داعش هێنا، ئەبوایە لەگەڵ ئەو نەمانە لەگەڵ ئەو کوتایی پێهێنانی داعشە ئەم هێزە چەکدارانش نەمابن. تەنانەت هێزە فەرمیەکانی سەر بە وەزارەتی بەرگری عێراقی ناتوانن بەرگەی حەشد شەعبی بگرن، چونکە لەوان بە بڕیاردەرترن، لەوان پرچەکترن، لەوان پڕمیزانیەترن، بەڵام بە ئاراستەیەکی زۆر بەرتەس کە بیرکردنەوەیەکی ئاینی ئاینزاییان هەیە و زیاتر لە بەرژەوەندی وڵاتێکی دەرەکی دەتەوە دەبێت. ژمارەی چەکدارانی حەشدی شەعبی زیاترە لە 200,000. دەسەڵات و فەرمانەکانیان بەسەر زۆربەی جومگە سیاسی و سەربازیەکانی وڵاتدا دەڕوات. ساڵانەش ژمارەی چەکدارەکانیان زیاتر دەبن. لەبەرەو هۆکارەیە کە سوننە و کورد بە مەترسی ناوی دەبن لە ڕووی نێودەوڵەتیشەوە هەڵوەشاندنەوەی بە پێویست دەزانرێت.